منارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الدائم قضايا إريتريا. هذه الحلقة نخصصها حول ما يسير في المنطقة في الشرق الأوسط من حروب طاحنة ومن وضع مخيف للغاية، ونحن كشعب إريتري ينبغي لنا ألا نقف مكتوفي الأيدي أو نتفرج أو نكون في غفلة مما يحصل من تغيرات في الأحوال والدول، كما تلاحظون في حرب إسرائيل المحتلة ضد إخواننا في غزة وفلسطين، واتساع هذه الحرب من غزة وفلسطين إلى لبنان، وكذلك تدخل إيران في ذلك الحرب أو في هذه الحرب وما يحصل فيها من تطورات. هل سيؤثر على دول الطوق الأردن ولبنان ومصر؟ وما موقف أيضا دول الخليج من هذا؟ وكذلك ما موقف حكومة إريتريا فيما يحصل اليوم من هذه التداعيات الكبرى في المنطقة؟ كل ذلك نعرضه على شيخنا وحبيبنا وأستاذنا الدكتور حسن سلمان لنكون على بينة من أمرنا، ونسأل الله تعالى أن يلطف بنا جميعا كإريتريين وكمسلمين عامة. في البداية أرحب بشيخي وأستاذي كما أرحب بكم مشاهدي الأكارم. أهلا وسهلا شيخ حسن. أهلا وسهلا، مرحبا بك وبالمشاهدين. حياكم الله. شيخنا شيخ حسن، أولا نحب أن نأخذ إلمام عام عن ما يحدث في منطقة غزة وفلسطين، ولو تاريخ بسيط، انطلاقا من قوله تبارك وتعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. كما لا يخفى على شريف علمكم شيخ حسن، اختلف المفسرون في معنى هذه الآية. برأيكم فيما يخصنا في قضية فلسطين، حينما يقول ربنا عز وجل، ما المقصود بقوله وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كل ما يجري أولا علينا أن نسلم بأنه يندرج تحت قوله تبارك وتعالى: ويخلق ربك ما يشاء ويختار. فاختار الله سبحانه وتعالى أرضا حراما وهي أرض الحرمين، وأرضا مقدسة وهي أرض الشام. وللأرض المحرمة خصائص وللأرض المقدسة خصائص، هذا الموضوع طويل على كل. جميل. خصائص الأرض المحرمة أنها من حيث الرتبة أعلى، وأن الصلاة فيها ب100,000 صلاة، خاصة مكة. والأرض الأرض المقدسة أيضا لها ارتباطات ولها كذلك يعني مثلا ما يمكن أن نسميه بالديانات المتعلقة ما بعد إبراهيم عليه السلام كانت كلها تدور في هذه المنطقة. إبراهيم عليه السلام، إسحاق، يعقوب، وأنبياء بني إسرائيل. منطقة الشام، هذه المنطقة ما بين العراق ومصر تحديدا، هذه المنطقة تعتبر هي منطقة. ولذلك سبحان الله، يعني من يسيطر على هذه المنطقة كأنما يسيطر على القيادة العالمية. يعني هذه الطبيعة، هذه الأرض، أن من يسيطر على المقدس غالبا ما تكون له القيادة العالمية. عجبا. نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى ملكه الله سبحانه وتعالى مقاليد بيت المقدس من خلال صلاته عليه الصلاة والسلام بالأنبياء، ثم العروج لم يكن من الأرض الحرام ولكنه كان من الأرض المقدسة. فالله سبحانه وتعالى عرج برسوله عليه الصلاة والسلام إلى السماوات بعد أن أكمل استلام الأرض المقدسة. جميل. وعمليا الأرض المقدسة كواقع استلمها الصحابة رضوان الله عليهم بقيادة عمر بن الخطاب. نعم. وفتحت، لكن هذه الدلالة استلمها من النصارى. استلمها من النصارى. نعم. هذه الدلالة عظيمة جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام الرسالة كانت في بني إسرائيل وظلت على هذا الوضع اللي هو في سلالة إسحاق. جميل. ولم يكن هنالك من بني إسماعيل في النبوة شيء، كلها كان إسحاق ويعقوب. نعم. وكان الحق التاريخي والحق الديني في تلك اللحظة دينيا يمكن أن يكون لهذه السلالة. لكن ماذا يعني دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وصلاته بالأنبياء؟ يعني أن الرسالة انتقلت إلى الفرع الآخر، وهو إيه؟ العرب. إسماعيل عليه السلام بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، فأما الناس هناك والأنبياء جميعا سلموا له بذلك. يعني إمامته عليه الصلاة والسلام دليل على أن خلاص هذا الأمر تسلمته أمة. أيضا من الخصائص المهمة جدا في هذا الموضوع، وهذا حصل في بيت المقدس. هذا حصل بيت المقدس، يعني وصلى بهم جميعا. نعم، صلى بهم عليه، فكأنه كما ذكرت استلم القيادة العالمية. أيوة. وبالتالي هنا لابد أن ندرك الحق الديني الآن، الحق الديني بالنسبة لنا واضح جدا، وهو أنه حق سلمه الله سبحانه وتعالى من أمة إلى أمة. ربك يخلق ما يشاء ويختار، فاختار أرضا واختار كذلك ملة واختار أمة، فكانت الأمم في السابق على كل من بني إسحاق، والأمة الأخيرة هي من بني إسماعيل، وهم بقيادة النبي عليه الصلاة والسلام. وكما يقال طبعا بني إسرائيل لإشكالية الحسد وإشكالية الكبرياء لم يعترفوا بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام بالرغم من الدلالات العظيمة جدا في كتبهم سواء في التوراة أو في الإنجيل، لكن حاولوا أن ينكروا ذلك وينتظروا أن تكون النبوة التي جاءت في كتبهم لابد أن تكون من سلالة إسحاق. هذه الإشكالية التي على كل هم دينيا. وبالتالي كما يصح أن نقول نحن بين كلمتين، كلمة أمة أخرجت للناس تحمل رسالة عالمية وهي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تقوم بأمر الله في زمانها وفي مكانها وفي لحظتها التاريخية. وأمة قيل لها في وقت تاريخي معين ادخلوا المسجد مع موسى عليه السلام ولم يدخلوه في ذلك الوقت، قيل لهم ادخلوا. فما بين كلمة أخرجت وكان ينبغي أن تقابلها في تاريخيا كلمة أدخلت، الآن نحن الصراع بين أمتين، بين أمة تؤدي أمر الله في لحظته، وبين أمة تريد أن تعيد التاريخ إلى الوراء بعد أن فات الوقت الذي كان ينبغي أن تؤدي فيه كلمة الله سبحانه وتعالى. جميل. وبالتالي أرض المقدسة الله سبحانه وتعالى جعلها هكذا، جعلها منطقة تصارع، لكن سبحان الله دائما ما تنتهي في نهاية المطاف هي صحيح سقوط هذه المنطقة يكون في ضعف وفي هوان وفي نوع من استرخاء الأمة، ولكن في نفس الوقت عامل النهضة للأمة هو نفسه بيت المقدس. هذه ليست المرة الأولى طبعا تسقط فيها بيت المقدس، يعني حصل في القرن الخامس وصلاح الدين الأيوبي وتم احتلال هذه المنطقة 100 سنة. لا طيب، قبل ذلك شيخ حسن، حينما يقول رب العالمين وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدون في الأرض مرتين. نعم. المرة الأولى متى كانت؟ وهل هذه هي المرة الثانية؟ نعم. هي هنا على كل المفسرون كما قدمت اختلفوا في أنه والله تاريخيا هل ثبت علو لبني إسرائيل على هذه الأرض أم لم يثبت علو. فمن قال بأن هنالك علوا ثبت لهم وحصل اجتياح من اللي هو الإسكندر، بخت نصر. أيوة، هذه من عد هذه هي الأولى فإن هذه هي الثانية، ما نحن فيه الثانية. ومن اعتبر لم يحصل لهم علو بالشكل الذي يتحدث عنه القرآن يعتبر هذا هو العلو الأول، ولكن الذي أميل إليه قد يكون هذا هو العلو الأخير والعلو الثاني وليس العلو الأول.
لأن حصلت لهم ممالك في المنطقة، وكانت لهم أكثر من مملكة، مملكة في الشمال ومملكة في الجنوب، وحصل لهم على كل ملك، وكان لهم علو كبير. وشهد القرآن بذلك. نعم. يعني كان لهم ملك من يعني نعم. ملكا عظيما. نعم. فكان لهم من الملك لداود وسليمان. نعم. فإذا هذا الاستعلاء الذي نشاهده الآن من أقدار الله الكونية أن بني إسرائيل لهم هذا العلو، هذا العلو الثاني. وهنا طبعا سيبعث الله عليهم عبادا يسومونهم سوء العذاب، وهذا أيضا مما قضاه الله في الكتاب، أنهم في كل لحظة استعلاء يسلط الله عليهم من يسومهم سوء العذاب ويخرجهم منها. نعم. فهم على كل يساقون إلى قدر الله، ونحن أيضا نساق إلى قدر الله. فقدر الله سبحانه وتعالى لهم هو أن يتجمعوا وأن يحتشدوا وأن تكون لهم غلبة واستعلاء، ولكن الله أشار إلى مسألة مهمة جدا، وهو أن هذا الاستعلاء غالبا ما يكون بحبل من الناس. صحيح. يعني الحبل الذي يكون من الله يكون في رسالات الحق عندهم بني إسرائيل، والحبل الذي يكون لهم من الناس هذا الذي نراه الآن. تلاحظ أو الحبل الذي يكون من الله هو قضاء الله وقدره. قضاء الله ممكن أيضا. نعم. لكن هنا لاحظ الآن كيف أن الحبل الذي يمد الآن هذا الكيان الصهيوني هو الحبل الأمريكي والحبل الأوروبي. فأول ما بدأت الآن معركة طوفان الأقصى رأينا البوارج الغربية كلها 6-7 جيوش تقريبا نزلت إلى البحر الأبيض المتوسط. فهذا هو الحبل على كل. فهذا القضاء الذي قضاه الله في كتابه، ولعله هو اللوح المحفوظ، كتب الله فيه أن هؤلاء سيفسدون في الأرض مرتين، وهذه إذا كانت هي المرة الثانية فحتما نحن أمام وعد إلهي، وعد رباني، بأن الله سبحانه وتعالى سيستنهض أمة الإسلام، وأن هذا الضعف الذي نراه في الأمة هو ضعفا مؤقتا وليس ضعفا دائما، سيعقبه بإذن الله سبحانه وتعالى فتحا، وسيعقبه نصرا، وسيعقبه ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لتقاتلن اليهود ولتقتلنهم حتى يقول الشجر والحجر يا عبد الله هذا يهودي خلفي فاقتله. فنحن أمام تجليات كبيرة جدا بإذن الله سبحانه وتعالى لنبوءات النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ونحن نستعرض هذا التاريخ باختصار في جانب يعني إسرائيل المحتلة بسبب دخولها إلى منطقة المسلمين واحتلالها على غزة والقدس وفلسطين. نحب أن نذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره أخرجه الإمام أحمد في مسنده رحمه الله تعالى، من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واستأذنكم شيخنا في قراءته. قال عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا، فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج نبوة. ثم سكت. قال حبيب: فلما قام عمر بن عبد العزيز، إلى آخر هذا الحديث. تعليقكم على هذا الحديث وشرحكم ما المقصود ب يعني هذه الفترات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، لو ننزلها حسب الواقع. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما تكون، يعني تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون. النبوة واضحة. ثم قال: ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة. من هنا نبدأ شيخ حسن، لو نسقط هذه الفترات على تاريخها كما يتبين لكم. نعم، الله يجزيك الخير. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالغيب الذي أعلمه الله سبحانه وتعالى به عن طريق الوحي، وطبعا هذا يثبت مصداق نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام. قضايا الإخبار بالغيب لا يجاسف فيها أي شخص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأخبار عظيمة جدا، ومنها مثلا ما أخبر عن فتح اسطنبول أو قسطنطينية، وأخبر عن فتح فارس وفتح الروم، وأخبر كذلك عن فتح إن شاء الله سيكون قادما وفتح روما كما قال عليه الصلاة. فهذه كلها من الأخبار التي أخبر بها عليه الصلاة والسلام. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن التاريخ السياسي للأمة إن صح التعبير، كيف ستكون
حالة الأمة في ولايتها السياسية، يعني ما الذي سيمر على هذه الأمة من تاريخ. فمرة كانت مرحلة النبوة، ثم بعد ذلك تكلم عليه الصلاة والسلام، مرحلة النبوة انتهت بها عليه الصلاة والسلام، ثم مرحلة الخلافة الراشدة. وهذا طبعا مرحلة النبوة مرحلة الخلافة الراشدة هي مرحلة النموذج المثالي الذي قال في عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فما حصل في هذه المرحلة هو النموذج الذي يقتدي به أهل الإسلام وينظرون إليه بأنه النموذج المثالي، نموذج الرشد، نموذج الهداية، نموذج الجهاد، نموذج الفتوحات، هذا النموذج. فهذه أيضا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بعمرها عليه الصلاة والسلام، والغالب فيها أنها انتهت مع الحسن بن علي عليه رحمة الله. فتقريبا هذه كانت 30 عاما فترة هذه، مع فترة النبوءة يعني كلها تقريبا مع بعض تتجاوز 40 عاما 40 عاما صحيح. طيب، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال ثم بعد الخلافة الراشدة قال ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفع، ثم يكون ملكا عاضا أو ملكا صحيح. عضوضا. هنا طبعا موضوع الملك العضوض لعله في تاريخ الأمة كان من أطول الفترات. الملك العضوض طبعا العض هو القبض الشديد، مثل أن يعض الإنسان بأضراسه أو فالملكيات دائما فيها قبض، فيها نوع من القبض، فيها الهيمنة، فيها السيطرة، فيها كذا. لكنها سبحان الله مقارنة مع التي تليها فهي أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعضها قال ملكا ورحمة، ملكا ورحمة. فالملك العضوض أحيانا يكون مصحوب بالرحمة، مصحوب أحيانا بأن الشريعة بشكل عام سائدة في الناس، لكن على مستوى السلطة السياسية السلطة قابضة وهي فيها الوراثة. هذه الوراثة يمكن أن ندرج فيها العهد الأموي، وندرج فيها العهد العباسي، وندرج فيها كذلك العهد العثماني. هذه كلها تكاد تدخل معنا فيما يسمى بالملك إيه؟ الملك العاض. يعني يبدأ من الخلافة الأموية، من الأمويين إلى العثمانيين. عجبا. نعم. إلى العثمانيين هذه تقريبا والله أعلم أنها الملك العضوض، لأنها كانت فعلا قائمة على الوراثة كلها تقريبا، سواء في العهد العثماني كان وراثة، العهد العباسي كان وراثة، العهد الأموي كان وراثة. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمصطلح جديد. لاحظوا المصطلح الجديد هو الحكم الجبري. نعم. أو الجبري، يعني سواء بالكسر أو بالفتح. ثم تكون ملكا جبريا. أيوة. وفي بعض الروايات سبحان الله ملكا طاغوتيا، يعني في روايات تشير إلى وصف الطاغوت. هذا طبعا هنا أشار إلى الحكم الجبري، لكن في روايات أخرى صحيحة أيضا أشارت إلى نمط الحكم الجبري أنه يقوم على الطغيان. فمسألة الطغيان لاحظ متى جاءت مباشرة بعد سقوط الملك العضوض إن صح التعبير، اللي هو آخرها كان الخليفة العثماني اللي هو السلطان عبد الحميد، وكان إسقاطه عن طريق إيه؟ عن طريق الحملة الصليبية. ثم تكالب الصليبيين تكالب الصليبيون عليه. ثم أقام هؤلاء الصليبيون الملك الجبري. يعني الملك الجبري ليس ملكا نابعا من الأمة. الملك العضوض صحيح هو يكون نابع من داخل تفاعلات الأمة، ولكن فيه سلطة قوية، فيه سلطة قوية. لكن الملك الجبري يستمد سلطته من الخارج وليس من الداخل. الأمة مجبورة عليه، بمعنى أن هذا الجبر من أين جاء الجبر؟ إنه والله يستخدم فيها الأجهزة الأمنية، الأجهزة القمعية، يستخدم السلاح، ضرب الشعوب، قتل الشعوب، سجن الشعوب، معتقلات. هذه الحالة الجبرية. هذه الحالة الآن نحن نعيشها 100 عام. يعني دولنا للأسف الشديد أشبه بالسجون والمعتقلات. أنت من حقك أن تسأل الآن عن طبيعة السجون وعن حجم السجون وامتدادات السجون وأعمار الناس الذين تفنى في هذه السجون، وفي نفس الوقت تلاحظ أن هؤلاء يعطون السلطة القابضة ولا يعطون السيادة. السيادة عند الخارج وليس عند الداخل. ليس يعني الملك العضوض ما استمدت الأمة المسلمة فيه سلطانها من الخارج. سلطانها دائما كان إيه؟ سلطان يعبر إلى حد كبير عن الأمة وأهدافها وهويتها. لكن الملك الجبري يختلف مع الأمة في هويتها وفي ثقافتها وفي شريعتها، ويختلف عن الأمة في إنه والله مدى قدرتها على سيادتها على نفسها. هذا كله تقريبا الملك الجبري ينحيه ويمارس معنا عمليات الإكراه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبر عن هذه الحالة بهذه الشكل، ثم قال ثم تكون خلافة على منهاج من النبوة، ثم سكت. هنا نلاحظ أن الملك الجبري أربط الآن الملك الجبري أيضا بالحديث عن التجديد. لو اعتبرنا أنه والله سقوط
الملك العضوض، سقوط الملك العضوض، أنه نهاية مرحلة وبداية مرحلة. بداية، ففي مئوية لابد أن يحصل فيها من تجديد. إذا اعتبرنا أنه والله 1917 كان سقوط بيت المقدس، لاحظت؟ ف 2017 أكملنا 100 عام بالحساب الشمسي، ولكن 103 بالحساب القمري. فنحن الآن داخلين في مراحل والله أعلم هي مراحل المدافعة الكونية، مراحل المدافعة الكونية، أن الأمة كيف تستعيد نفسها وتستعيد عافيتها وبطبيعة الحال من يتصور أن مرحلة المخاض هذه ومرحلة التدافع هي والله نحمل فيها الورود ونحمل فيها الرياحين، لا، هي نفسها طابعها فيه الطلق، كما يقول المرأة دائما لما تكون حامل وتريد أن فيها حالة الطلق اللي هو آلام وأوجاع وصياح وأشياء كثيرة جدا يمكن أن تصاحب هذه، يحصل ولادة ثم تحصل بعد ذلك الإنجاب، فتتنفس الأمة على كل. فنحن الآن في هذه الفترة سيكون هنالك بلا شك تحركات، سيكون هنالك عمل كبير جدا يمكن أن تقوم به الأمة. ونلاحظ الآن نحن الأمة بفضل الله سبحانه وتعالى، لاحظ طيلة هذه الفترة الأمة لم تحمل الراية البيضاء، يعني لم تستسلم لعدوها. الأمة الوحيدة يا شيخ برهان التي تتكالب عليها الأرض كلها، ومع ذلك تبقى هي إيه؟ تبقى هي صامدة، تبقى هي رافعة الراية. صحيح نحن ضربنا، صحيح أن هنالك انتكاسات كبيرة جدا، لكن لم نستسلم. صحيح. هذه الأمة الوحيدة ولا تزال من أمتي نعم طائفة لا يزال طائفة، يعني أقل مستوى تبقى فيه الأمة هي مستوى الطائفة، حتى لا تخلو الأرض من قائم لله جنوب بحجة. يعني إذا متنا جميعا وهذه كارثة، لكن الله عز وجل يبقي لدينه من يحمله ومن يبقي ومن يقول الراية من هنا، الطريق من هنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وأشار النبي عليه الصلاة والسلام أيضا إلى جيوش لهذه الأمة، قال يكون جيش باليمن وجيش بالعراق وجيش بالشام، ثم يوصي الناس بأن يكون عليكم بالشام عليكم بالشام. فهذه المنطقة على كل هي منطقة الصراع الحضاري الذي ستكون بإذن الله الأمة فيه تكسر مشاريع الأعداء، المشاريع المتداعية التي تحدث عنها أيضا حديث ثوبان رضي الله عنه، تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. لاحظ الآن هذا الدلالة العظيمة جدا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التداعي الأممي، تداعي من الكفر كلها على أمة الإسلام. يعني من يصدق بالله يا شيخ برهان؟ شعب يتكون من أقل من 3 مليون شخص محاصرين 17 سنة من 2006 هم في حصار، أن تأتي البوارج الأمريكية وأن تأتي البوارج الأوروبية ويحاولوا أن يهددوا المنطقة كلها بأن يوقفوا الكل، يمنع كل الدول العربية الإسلامية من الاقتراب من هذه الحالة، ثم تستمر هذه الحالة عاما كاملا وهي تقاوم. هذه الطائفة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فالخذلان كما قال ابن تيمية يأتي من أهل الإسلام، من المتفقين معك دينيا، هؤلاء إن لم يقوموا بواجبهم فيكون ذلك خذلانا، وأما المخالفة فهي من الكافرين باعتبار أنهم يقاتلونك ويسعون بكل ما يملك لأن تستأصل شأفتك. نعم. طيب جميل، ما دمت قد عرجت إلى منطقة غزة نعم. وصبرهم وكذا، يعني يجدر بنا أن نذكر حديث النبي عليه السلام الذي أخرجه الإمام الطبراني وصححه الألباني عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول هذا الأمر نبوة ورحمة، ثم يكون خلافة ورحمة، نعم. ثم يكون ملكا ورحمة، ثم يكون إمارة ورحمة، ثم يتكادمون عليه تكادم الحمر، فعليكم بالجهاد، وإن أفضل جهادكم الرباط، وإن أفضل رباطكم عسقلان. الله أكبر. نعم. اشرح لنا هذا الحديث. الله أكبر. هنا لاحظ سبحان الله الحديث أيضا بصيغة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فيها عن نفس الحديث الذي تكلمنا عليه، مسألة أنه والله إمامة ورحمة، ملكا ورحمة، لا يعني إمارة، ثم التكالب، هذا الذي نراه الآن، هذا التكالب عظيم جدا على الأمة. ثم يشير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا من حتى لو يعني عندما يكون هنالك يعمل المحدثون عوامل الجرح والتعديل في حديث ما، لكن الواقع يصدق هذا الأمر. صحيح أنت قد تتحفظ في أنك والله تنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أمامك واقع الآن تكشف. نعم. صحيح، لأن العلماء الحديث لهم طريقة في إثبات لكن الواقع هذا هو
أن لا من العلماء ومن العلماء الشيخ الألباني. نعم ويكفينا تصحيحه الشيخ الألباني إمام في هذا الباب. نعم يعني هو على كل هو طريقته اللي هو بمجموعة طرق يصحح. نعم. على خلاف منهج المتقدمين فهو على كل هذا الحديث يشير فيه النبي صلى الله عليه وسلم أول قال عليكم بالجهاد، أن مشكلات الأمة في هذه المرحلة لن تحلها الدبلوماسية ولا رفع شعارات السلام ولا رفع شعارات التعايش، هذا الكلام كله لا محل له. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الداء والدواء. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تتداعى عليكم الأمم، وأشار بعد ذلك إلى أن الأمة يسلب منها المهابة، قال من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم قثاء كغثاء. لاحظون العلة أننا قثاء. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال العلة تكمن في أن الله حب الدنيا وكراهية الموت، وكأنما العلاج يكمن في الزهد في الدنيا والجهاد في سبيل الله. فهنا نفس الطريقة النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى الجهاد، ثم يشير إلى مسألة مهمة جدا أكثر خصوصية، وهو جهاد أهل عسقلان. جميل. وعسقلان الآن لو نظرت إليها، طبعا هي الآن داخل الحزام الإسرائيلي، لكن هي جزء من منطقة غزة. هذه المنطقة كلها تمتد فيها على كل هذا المسمى، يعني تاريخيا هي هذه المنطقة تقريبا. فلما بينها وبين غزة 21 كيلو. نعم لما دخلوا الجماعة طبعا خلاص كانوا داخلين عليها أصلا. إذن وهذا فيه بشارة أيضا. وهذا فيه بشارة لهؤلاء المجاهدين الذين أشاد النبي صلى الله عليه وسلم أو أشار إلى خيريتهم، وأن جهادهم من خير أنواع الجهاد. وسبحان الله، لما هذه الخيرية شيخ برهان؟ شوف إن ارتباطها بالأرض المقدسة، ارتباطها ببيت المقدس والدفاع عن بيت المقدس، ارتباطها بأنها أرض رباط فهي تقع أيضا على البحر المتوسط الذي دائما ما تأتي الحملات والهجمات من هذا المحور. ثم هنالك مسألة أيضا مهمة جدا يعني أشار إليها البعض، سبحان الله، حصلت أكثر من هجمة على المنطقة. غزة تاريخيا لم تستسلم. صحيح. أيضا لم تستسلم، بل قتل من رجالها الآلاف. صحيح. ورفضت الاستسلام. فكأن الإشارة ليس فقط إلى حالة واحدة، أن هذه المنطقة الله سبحانه وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، كأنما اختارها الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الأرض أرض عظيمة. وهنالك دلالات طبعا مهمة جدا لا ينتبه إليها كثير من الناس، وهو أن الله سبحانه وتعالى يكسر الطواغيت دائما بأقدار منه. سبحانه. انظر كيف كسر الله سبحانه وتعالى فرعون عن طريق موسى الذي رباه في بيته. الله. لاحظ. نعم. ثم الله سبحانه وتعالى يقول لموسى ما ليس أمامه إمكانات، وماشي إلى فرعون، قال وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. لاحظ. قال ألقها يا موسى. هنا في دلالة مهمة جدا، أن الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يرسل النبي صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام، ما قال له والله حجم الإعداد والكميات وتستعين بالجهة الفلانية وما تستعين، لا، لفته إلى الإمكانات المتاحة عنده. إيش عندك؟ ماذا لديه؟ عنده يد وعنده عصا. سبحان. طيب القي اليد، القي العصا إذا هي حية تسعى، واضمم يدك إلى جناحك. دي القدرات، في قدرة ذاتية وفي قدرة أخرى موضوعية. القدرة الذاتية يدك هذه ادخلها على جيبك تخرج بيضاء. فهنا سبحان الله في دلالة مهمة جدا، وهو أن هذه الآيات تدل على أن القدرات المحدودة البسيطة إذا ألقيت باسم الله وتحرك فيها الناس بالإيمان فإنها تحدث المعجزات في هذا الكون. جميل. خلينا نربط الآن بغزة. نعم، هذا الذي رأيناه حقيقة في غزة شيخ برهان. من 2006 غزة محاصرة، وخاضت عدة حروب وهي محاصرة. ولما كانت تلقي في البدايات تلقي صواريخها، قال محمود عباس سمى صواريخ المقاومة سماها الصواريخ العبثية. وكان العرب بشكل عام للأسف الشديد الصهاينة العرب يسخرون من هذه الصواريخ، ويعتبرون الصواريخ التي لا تقتل والصواريخ التي كذا وماذا تتفعل مع. لكن سبحان الله لا يقول هذا الكلام إلا من لم يعرف عظمة الله. صحيح. وقدرة الله وما قدر الله حق قدره. فالذين ينطلقون من معية الله سبحانه وتعالى وأن الله سينصرهم إذا قاموا بأمره، ده منطقهم مختلف، منطق هؤلاء مختلف. حكى لي واحد من الإخوة الفلسطينيين أنه التقى بالشيخ علي رحمة الله، الشيخ أحمد ياسين. أحمد ياسين. قال قلت له يا شيخ هذه الأرض
يقول عنها الخبراء العسكريون أنها لا تصلح للجهاد، وأنت تقرر الآن أنك تريد أن تجعلها أرض جهاد. كده غزة معروف أنه دائما أي شخص درس شيء بسيط من العسكرية يعرف أنه والله الأرض المسطحة مشكلة في الحرب، يعني يفضل دائما الأرض الجبلية. يأتي العدو يقضي عليك، يقضي عليك. نعم. قال له إن لم نستطع أن نحرر باقي فلسطين فيجب أن لا نجعلهم يستريحون في غزة. لا تجعل عدوك يستريح ويأمن ويطمئن ويتوسع ويتمدد ويتحرك ويطبع. لاحظت؟ فإذا بالله عز وجل يلهمهم الأنفاق ويجعل سبحان الله هذه الأرض التي جعلها الله سبحانه منبسطة يجعل فيها أيضا وسيلة ولذلك يقولون سبحان الله أنت احتمي بالأرض بعد الله سبحانه، انطلق إلى فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء. نعم. هي كذلك. فشوف سبحان الله سلالم السماء الآن طبعا يعني عسكريا يشار إلى أن يقولون ما يملك السماء عن طريق الطيران. طيب مقابلها إيش؟ قابلها الأنفاق. عجيب. هذه هي كذلك. فمن يتصور أنه ملك السماء يمكن غيره أن يملك الأرض. نعم. فأهل الأرض الذين ليست لهم قدرات السماء هذه لغة. فغزة يعني فغزة جزاهم الله خير استخدموا أفضل ما لديهم من موضوع الأنفاق. وإلى اليوم يا شيخ برهان أمس أقرأ في بعض التقارير العسكرية يتكلمون عن أن الحركة استطاعت أن تستعيد فاعلية الأنفاق وتحركها، وبدأت يقولون الآن كأنما الحرب لم تبدأ بعد. وهذا الذي نريد أن ندخل عليه الآن. نعم. الوضع الحالي في المنطقة، ما هو وضع إسرائيل، ما هو وضع غزة، ما هو وضع لبنان، ما هو وضع إيران، التشوفات، التشوف المستقبلي والرؤية المستقبلية كيف تكون. نعم. أعطينا النبذة عن هذا. طيب بس هي لأنه الموضوع طويل لكن خلينا نقول باختصار الآن. نختصر. أينا نتنياهو أعلن في غزة خيارات معينة، لم يستطع أن يحقق خياراته، لكن نستطيع أن نقول دمر البنيان، دمر الشجر، دمر الحجر، قتل المدنيين، أدخل هذا الأمر. لو نظرت إليه كانتصار عسكري إنك أنت والله دمرت كل هذه المساحات، لكن مقابلها أيضا يجب أن تنظر إلى أنه والله كم خسرت من السردية، كم خسرت من المظلومية، كم خسرت من التفاعل العالمي، أشياء كثيرة كانت تراهن عليها إسرائيل انكشفت الآن، وكشفت من وراء أيضا الولايات المتحدة الأمريكية. لكن ما أعلنته من أنه والله تريد القضاء على حركة حماس، تريد تهجير أهل غزة، تريد أنه والله تجرد حماس من سلاحها، تريد أن تأخذ الأسرى عن طريق القوة، ما حققت ولا شيء من ذلك. فإذا ما أعلنته إسرائيل في اليوم الأول للحرب ما تحقق منه شيء. لذلك بقدر ما أنها شعرت بأنها لم تحقق شيء كان حجم التدمير للمدنيين والقتل للمدنيين. لما لاحظت بأن الموضوع خلاص ما في طريقة بدأت تفكر في أنه تحقق شيء من الإنجازات في الخارج، فبدأت في اغتيال الشخصيات واغتيال القادة، قتل هنية، قتل حسن نصر الله. فحاولت أن تحقق بعض الإنجازات خارج منطقته، خارج منطقة غزة، باعتبار أنه والله موضوع غزة لا زال لم تستطع أن تفعل فيه شيء. طيب الذي حصل شيخنا الآن هم تصوروا بأنه خلاص موضوع غزة صحيح ما استطاعوا أن يحدثوا في شيء، فكروا في البداية أن يفتحوا توسع أكبر وتهديد أكبر لمنطقة الضفة الغربية. لكن يبدو منطقة الضفة كأنها ليست محل اتفاق داخلي ولا هي محل اتفاق خارجي أيضا. يعني الأمريكيين رافضين أن يحصل اجتياح كامل للضفة، والكيان نفسه إلى الآن القوى الحاكمة فيه لم تتفق على أيضا الاجتياح الكامل للضفة، فهي محل إشكال. لا زالت اليمينيين المتطرفين يرون أن نحن نجتاح ونستلم كل شيء ونقيم الهيكل ونجيب البقرات، يقولون هذا الكلام، لكن هم يدركون أيضا أنه والله التداعي في هذا الاتجاه ليس. فماذا فعلوا؟ رأوا بأنه لا بد أن يسجلوا في الداخل أنه والله عملنا شيء، فاتجهوا شمالا، اتجهوا الآن إلى لبنان. طبعا لو جينا نقيم الآن صحيح أن هنالك نقاط ضعف كبيرة جدا ظهرت في الحزب من خلال الاختراقات، من خلال حالات التجسس وكذا، لكن أيضا الحزب أنا في تقديري سيقاتل على أرض لبنان باعتبار أيضا الآن هو مستهدف تماما، مستهدف وجوديا. ولو جينا نقيم القدرات العسكرية الموجودة للحزب في جنوب لبنان ستلاحظ بأنها أكبر بكثير مما هي موجودة للإخوة في داخل قطاع غزة. يعني كان الخط مفتوح بالنسبة للحزب وغير مفتوح بالنسبة للإخوة في فلسطين.
فالحزب من حيث القدرات خاصة الهجوم البري والعمليات البرية هم يدركون بأنه إلا أن يحصل حالة أنك أنت والله تدمر كامل لبنان كما أيضا دمرت غزة، لكن الحالة إذا لم يحصل تسوية سريعة وتتدخل الولايات المتحدة لإيقاف هذه الحرب، فإن حرب الاستنزاف ستنهك كثيرا الكيان الصهيوني. وهو الآن على الأقل فكرة أنه والله هذه المنطقة ستكون آمنة لليهود وسيأكلون فيها ويشربون، هذا الكلام الآن يبدو حصل فيه على كل كثير من الاختلالات. فأنت الآن جنوب اللي هو شمال قطاع غزة أخلي تماما من يوم 7 أكتوبر، والجنوب أيضا اللي هو جنوب لبنان وشمال فلسطين أيضا أخلي بشكل كبير جدا. فأنت الآن حاصل احتشاد ضخم جدا في منطقة الوسط، لأنك في الشمال والجنوب محاصر والمدفعية شغالة والصواريخ شغالة، وبالتالي وكثير من هؤلاء اليهود أيضا خرجوا إلى خارج يبقى السؤال الآن والله هل يمكن لهذه الحرب أن تتوسع؟ نقول يمكن أن تتوسع هذه الحرب، وتوسعها مرهون حسب علمي والله أعلم أو حسب قراءتي أنه إذا كان الضربة الإسرائيلية على إيران المتوقع، يعني هم الآن الرد الإسرائيلي على إيران، إذا كان شمل مناطق السلاح النووي الإيراني، بلا شك أن المنطقة ستدخل في حرب كاملة وشاملة، وربما حينها التحكم فيها سيكون صعب. طبعا الإدارة الأمريكية تسعى بكل ما تملك أنه والله الرد الإسرائيلي يمكن أن يكون رد محدود وكذا، لكن أيضا خلال الفترة الماضية ثبت أيضا كل ما تقوله الإدارة الأمريكية أحيانا يكون للمناورة، أحيانا يكون للتضليل، أحيانا يكون لكسب الوقت. فوارد جدا أنه ممكن والله يسمحوا لإسرائيل والله تضرب وهم أيضا، لكن ردة الفعل هم يدركون أيضا لن تكون ردة سهلة. حينها سيكون هنالك مشكلة في العراق، وستكون مشكلة في سوريا، وسيكون مشكلة في منطقة الخليج. فالوضع على فالكل الآن الكل تقريبا يخشى من حالة الانفجار التي ستكون في هذه المنطقة. ونحن عموما نقول هم يمكرون والله يمكر وهو خير الماكرين. نسأل الله أن يمكر لهذه المنطقة مكر خير بالله. وربما هذا المكر الخير للأمة هو أن تدخل الأمة في حالة جهاد واسع لا تستطيع تتحكم فيه الإدارة الأمريكية، لأن كل ما كانت تفعله الإدارة الأمريكية في الفترة الماضية هي التحكم والسيطرة والضبط لشعوب هذه المنطقة من خلال حكومات على كل أقامتها. ففكرة الضبط والسيطرة الحاصلة إذا انفلتت، أنا في تقدير الأمة بمجموعها ستدخل، ليس قطاع غزة فقط هو الذي سيقاتل. موقف النظام الإريتري مما هو حاصل حاليا؟ النظام الإريتري طبعا هو في شغل شاغل، يعني هو الآن أيضا عندما يشغله فهو منشغل مع إثيوبيا على وجه التحديد، ومنشغل مع الصراع الذي دخل فيه مع التيغراي، فهو دخل نفسه طبعا في معمعة كبيرة جدا، وبالتالي غير مساهم بشكل أو آخر في موضوع الحرب الدائرة الآن، مع أنه طبعا ساهم، ودي نقطة ممكن يعني تذكر، لما قدمت إسرائيل لعملية أن تكون عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي، كان من الدول التي رفضت، دولة إريتريا رفضت لأن تدخل إسرائيل، وكان وقفت لجانب الجزائر في ذلك الوقت. فكأنما هي أيضا عندها بعض النقاط، ودي يمكن نحن لاحظناها من بعد الحرب الأثيوبية سنة 2000 عندما انحازت إسرائيل لأثيوبيا، النظام ماخذ عليها زي ما تقول ولا يجاريها كثيرا، لا يجاري، وبالتالي لم يسهم إسهاما يمكن أن نقول والله الآن هو مع أو ضد. يعني هل إسرائيل قاعدة عسكرية في إريتريا؟ لا، العلاقات الإسرائيلية طبعا فيها الكثير، يعني في قواعد وفي مناطق تجارية وفي موضوع التدريب العسكري، التدريب الأمني، هذا كله موجود موجود ما في. لكن زي ما قلت لك ضمن السقوف أحيانا تعلو وأحيانا تنخفض. فترة من الفترات مثلا النظام حاول أن يربط مع إيران، وربط تقريبا مع إيران. الربط مع إيران بطبيعة الحال أيضا سيزعج إسرائيل. لكن حاليا ما يشغل النظام الإريتري هو التمدد الأثيوبي أو الأفكار التي يطرحها أبي أحمد في قضية الوصول إلى البحر، وأنه لا بد أن يكون له ميناء. فإريتريا قلقة من هذا الجانب، ولذلك هذا القلق أدى الآن إلى تحالفات جديدة. لعل ما كان أقرب شيء فيها أن يجتمع البارحة الرئيس المصري السيسي والرئيس الإريتري أفورقي اللي هو الرئيس الصومالي، هؤلاء الثلاثة اجتمعوا في أسمرة،
ونشأ على كل الآن تحالف جديد. هذا التحالف ستكون له أدوار في منطقة البحر الأحمر. هم تكلموا عن السواحل البحرية، حماية سيادة الدول، تكلموا عن القضية السودانية، تكلموا عن التهديد الذي يحصل للصومال. فأنت أمام الآن تشكلات على كل جديدة في هذه المنطقة. لا نستطيع أن نقول هي معزولة عما يجري في الشمال، ولكن نستطيع أن نقول أيضا لها تأثير في الشمال كما لها تأثير أيضا في الملف السوداني وكذلك الملف الصومالي على وجه التحديد، ومحاولة أيضا حصار أو كبح التطلعات الأثيوبية في التمدد والاستمرار. رسالتكم للشعب الإريتري بالجميع أطيافه في الداخل والخارج حول ما يحدث في غزة وفلسطين وحول ما يحدث في هذا التحالف. أحسنت. نحن طبعا بشكل عام يعني إريتريا بحاجة حقيقة إلى أن تكون عندها القدرة على التفاهم مع جيرانها، ألا يكون لها مشكلات بقدر الإمكان، لأنه أيضا الدخول كل مرة والله سياسة أفريقيا ينقل الناس من محور إلى محور، من كتلة إلى كتلة، قد لا تكون هذه هي الصيغة المفضلة أصلا. يعني أنا أتوقع لو أن هنالك نظاما سياسيا يعبر عن تطلعات الشعب الإريتري، وهنالك قيادة منتخبة لهذا الشعب، وهنالك برلمان يقرر في المصالح الكبرى، أنا أعتقد الصيغة ربما كانت ستكون أفضل بكثير. يعني ليس الحل في أنه إذا أنت عندك مشكلة مع مصر تندفع إلى أثيوبيا، وإذا جاء عندك مشكلة مع أثيوبيا تندفع. ليست هذه هي هنالك ملفات يجب معالجتها، هنالك قضايا يجب على كلنا النظر فيها حتى تكون هذه الدولة بعيدة عن المخاوف التي يمكن تهددها سواء من الجنوب أو من الشمال. صحيح نحن نتكلم الآن عن أن الدولة الإريترية على وجه التحديد ومنذ خروجها، ويمكن كانت دي نظرية أبو القاسم حاج حمد، أنه إذا لم تستطع أن تكون عندها تحالفات قوية مع المنطقة العربية، تحالفات استراتيجية مع المنطقة العربية، فإن الديموغرافيا الأثيوبية اللي عندك 110 مليون ولا 120 مليون، من الصعب جدا أنك والله دولة بسيطة ومحدودة وفي غياب أيضا تحالفات ربما لهذه الدولة لا إقليمية ولا دولية أن تكون صامدة. لذلك انكشف على كل ظهر هذه الدولة في الحرب التي رأيناها في عام 1998 وسنة 2000 انكشف هذا الوضع. لكن أنا في رأيي الآن أنت كإريتري محتاج على كل إلى صياغة جديدة فيما يتعلق بنظريات الأمن القومي. كثير من الناس الآن يشيد على الأقل بأنه والله تعامل النظام الإريتري حاليا مع الملف السوداني ملف إيجابي، أنه لم يحاول أن يدخل ليربك المشهد في هذه المنطقة، وكان بإمكانه كما حصل أربك المشهد في شمال إثيوبيا، كان بإمكانه أن يربك شرق السودان، لكن هذا لم يحصل. وهذا يحسب على كل للنظام في أنه لم يحاول أن يدخل ويسيء للعلاقة مع الشعب السوداني. عموما نحن في الحالة الفلسطينية نحن أعرف الشعوب بموضوع الاحتلال، عانينا من الاحتلال، عانينا من الاستبداد، عانينا من التشريد، عانينا من المخيمات، وكنا تقريبا القضية ندل القضية الفلسطينية في منطقة القرن الأفريقي، الإخوة في شمال البحر ونحن في جنوب البحر، فكنا عبارة عن حالة توأمة على كل فترة حرب التحرير كلها. والشعب الفلسطيني في فترات كثيرة جدا وقف معنا وساند القضية ودعم القضية خاصة في منطقة الشام، والفترة اللي كان فيها ياسر عرفات على وجه التحديد وبعض قيادات الثورة الإريترية تدرب أيضا مع حركة فتح. هذا كله التواصل هذا كان على كل موجود. أنا في رأيي الآن نحن تربطنا مع القضية الفلسطينية أواصر التاريخ، وتربطنا كذلك علاقات الجغرافيا زي ما قلت لك كلنا تقريبا موجودين على هذا البحر، وتربطنا قبل هذا وذاك عملية الدين وعملية الإسلام، سواء حتى المسيحية. يعني اليوم المسيحية والإسلام في منطقة فلسطين كلاهما يتعرضون لهذه الهجمة الضخمة جدا من الكيان الصهيوني، فلا المقدسات الإسلامية اليوم مصانة ولا أيضا المقدسات المسيحية أيضا هي مصانة، فالكل على كل في هذا. وبالتالي أنا أقول تأييدنا للقضية الفلسطينية بكل مكوناتنا والوقوف معها ومساندتها ودعمها ونصرتها يجب أن يكون محل توافق على كل وطني جامع لكل أطياف الشعب الإريتري. أشكرك فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان على هذا البيان الوافي وعلى هذا الطرح الجميل في قضية غزة وفلسطين والحرب الدائرة وما وجهت به. مشاهدي الأكارم، انتهت حلقة هذا اليوم، أرجو أن تكونوا قد استفدتم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا جميعا، وأن يعني يسلك بنا سبيل الجهاد، وأن يختار من حكامنا ومن علمائنا من يحكم بالعدل ويحكم بالجهاد في سبيل الله ويرفع راية الجهاد. هذا هو الحل الوحيد الذي
أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترجعوا إلى دينكم. تقدم إليكم أيضا مشاهدينا الأكارم بشكر جزيل على متابعتكم لهذه الحلقة، حتى ألقاكم في الأسبوع القادم على خير. هذا أخوكم برهان سعيد يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب.